يا صباح الخير عليكي. من كام يوم كده كنا في ملاهي، ولاحظت مشهد لأب كان بيحاول يتخلص من بنته فعلا وباستماتة. هو عايز يهوي دماغه، مضغوط وعايز يفصل، ده حقه. بس لما بنخلف بننسى نفسنا. لما بنخلف بنتخلى عن أنانيتنا وحبنا لنفسنا أو حبنا لأي حاجة في العموم. ولازم تبقى أولويتنا هي الطفل اللي ملوش ذنب غير انك اتخبطتي في مخك وقررتي تخلفي. والمفروض بجد الخلفة بعد كده تبقى بتصريح رسمي وعليه ختم نسر وأمضة 2 موظفين، يثبت انك في كامل قواك العقلية ومؤهلة فعلا انك تشيلي مسؤولية انسان صغير. مش بس عايزة حاجة صغيرة تدلعيها او بتخلفي عشان كل الناس بتخلف او عشان تكيدي حد. المهم، نرجع للبنت. كانت في الاول مبسوطة طبعا وماسكة في ايد باباها وعمالة تتنطط في الطابور ومستنية تدخل بقى. ولما قربوا، باباها قال لها انه هيقعد في كافيه لحد ما هي تخلص لعب. هنا البنت بعد ما كانت مبسوطة بدأت تعيط واتشعلقت في رقبة باباها، مش عايزة تدخل الملاهي لوحدها. والملاهي بقت اوحش مكان في العالم بالنسبة لها، كأن باباها مثلا هيسيبها قدام ملجأ او اي حاجة وحشة. هي في الوقت ده كانت حاسة ان حضن باباها احلى من اللعب في الملاهي. وجود بابا معايا مهم اكتر من اللعب والانبساط. والأب اللي يا حرام عايز يحس بآدميته عمال يفهمها إنه مش هينفع أصلا يدخل معاها، ده مكان للأطفال بس. تقوله طيب أقف بره اتفرج عليا. يقول لها انتي داخلة تلعبي، عايزاني أفضل واقف هنا أعمل إيه؟ أنا عايزة أروح أشرب قهوة وأخلص شوية شغل على ما انتي تخلصي لعب. قالت له خلاص أجي معاك. قالها مش هتبقي مبسوطة، مش هتلاقي حاجة تعمليها هناك، إنما هنا في الملاهي أحسن لك. البنت عايزة تحس ان ظهرها وامانها وسلامها النفسي وكل الحاجات الحلوة دي تبقى قريبة منها. عايزاك تشوفها، تبص عليها وتشوف هي بتلعب ازاي، تسمع منك كلمات الاعجاب بمهاراتها في المرجحة والشقلبة، تشوف نظرتك ليها وابتسامتك فتحس انها بتعمل حاجة بتفرحك بيها. عايزة تعمل معاك ذكريات، مش عايزة تعيش لوحدها. بس في نفس الوقت انت من حقك تعيش، انت عايز تفصل فعلا. بس الحقيقة ان في حاجات بتتخلى عنها او بتضطر تأجلها شوية اول ما تبقى مسؤول عن طفل، خصوصا اول 3 سنين. هي انك مش هتقدر تفكر في نفسك واحتياجاتك زي زمان. طب اعمل ايه لو ضروري نسيب ابني في كيدز اريا او في ملاهي لوحده؟ بتقوله من قبلها انك هتروح تلعب وانا هقعد في نفس المكان، مش هبقى بعيدة عنك، هتبقى شايفني، انا مش همشي. ارسم له مثلا على ورقة، اشرح له فيها الموقف هيبقى عامل ازاي، قوله ان الكيدز اريا للاطفال بس، بابا مش هيرضوا يدخلوه. بابا هيبقى قاعد في مكان قريب منك وكل شوية يجي يبص عليك، وممكن كمان تعرفه المكان اللي انت تقعد فيه يبقى فين عشان لو حب يجيلك مثلا. طمنه انك مش هتتخلص منه وتنفد بجلدك. انما نروح المكان واقول له ادخل العب انا ماشي خبط لزق كده من غير ما اجهزه نفسيا اني هبقى بعيد عنه، صعب عليه. حتى لو هتسيبه مثلا في ديزني لاند وتملى جيوبه شوكولاته وتوصي ميكي ماوس نفسه يفضل معاه، مش هيبقى مبسوط برضه وانت بعيد عنه. لان وجودك عنده احلى واهم وامن من كل ده. حط نفسك مكانه، مش هقولك تخيل نفسك طفل صغير، بس وانت كبير كده سافرت مثلا لصاحبك بلد تانية وقالك هخرجك خروجة حلوة ووداك مكان حلو جدا وفي ناس كتير واغلبهم مشاهير واكل ببلاش وكل حاجة حلوة، وفجأة قالك يلا اتبسط انا ماشي. هتلاقي نفسك متوتر، انت في مكان جديد عليك متعرفش اي حد خالص فيه، مش هتبقى مبسوط ومش مرتاح وعايز تروح. طفلك بيحس كده برضه، بس الفرق انه اصغر واضعف واقل خبرة منك، قلبه ما يستحملش المشاعر دي كلها مرة واحدة. خليكوا معاهم في فترات التعلق بتاعتهم دي، لان هما مع الوقت هيكبروا وهينفصلوا عنكم. وجودكم معاهم دلوقتي زي ما تكونوا بتعلموهم السواقة، بتعلموهم ازاي يمسكوا الدركسيون، ازاي يتصرفوا في الطريق، ازاي يحموا نفسهم، عشان لما يجي اليوم اللي تسيبولهم فيه العربية يمشوا لوحدهم ما يلبسوش في أول حيط. وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. وإنك تيجي متأخرة أحسن كتير من إنك ما تجيش خالص.
واشوفك تاني اذا شاء ربنا. سلام.